يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن أنت لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات والأرض ولم أعي بخلقهم، أيعيني رغيف عيش أسوقه لك؟ يا ابن آدم لا تسألني رزق غد كما لم أطلب منك عمل غد. بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بافضل صحه واحسن حال ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يجعل الايام اللي جايه كلها تكون ايه كويسه وحلوه عن الايام اللي فاتت كلها، يعني تكون ايام حلوه كده. اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. يا رب تكونوا كويسين. بما ان بقى يعني احنا في الشتاء، فالواحد ايه قال كل سوق كده يجيب حاجه يخزنها. طبعا انتوا عارفين الاسعار دلوقتي بقت نار 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 خالص يعني، فطبعا مش زي الاول. كان الواحد بيجيب كميات وبيجيب يعني عشان نخزن. مثلا كنت اجيب لو هخزن فراوله اروح جايبه ايه قفص فراوله مره واحده كده خزنه زي الطماطم كده بصراحه يعني. كنت مثلا عشان اجيب كرنب كنت بجيب اكتر من كده كمان يعني، مش دول بس، دول اللي هعمل منهم غدا والباقي هخزنه. البطاطس مثلا كنت بجيب نص شكاره كده مره واحده اعملها وافرزها واعملها. بس ما تاخدوش بالكم كنت بتخانق معاهم وهزقلهم بالكرنب كمان. المهم ده طبعا العادي بتاعنا اساسا وبتاع اي ام يعني ماشي. فطبعا بان الاسعار غاليه قوي فمفيش امكانيه ان الواحد يجيب كل الكميات دي ان هو يخزنها مره. لا، احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل ان كل سوق كده الواحد يجيب من كل حاجه يخزنها، تبقى كميه بسيطه وعلى قد الايد وتبقى من فلوس السوق وكده. وفي نفس الوقت يبقى كل حاجه عندي. انا من النوع اللي بحب كل حاجه تبقى موجوده، كل حاجه تبقى موجوده في البيت، لا اخرج استلف من جارتي ولا اخرج استلف من اي حد ولا اخرج اشتريها وهي مش موجوده بالغلا، يعني بتبقى غاليه طبعا جدا. انا مش بحب اخزن كرنب قوي بصراحه يعني، لانه ساعات بيبقى يجلد ومالوش التجليد ده ما بيبقاش له دعوه بالتخزين، عشان في ناس بتفهم غلط يقولك انت خزنتيه غلط او انت بتعملي غلط. هو الكرنب بيتسلق وبتقطعيه وبتعينيه، مش اختراع يعني، هو بيبقى نوعيه الكرنب نفسه هي اللي مش بتبقى حلوه، فاهماني؟ فحته ان انت تطلعيه من الفريزر وتحشيه وتقعدي يوم جنبه بقى يستوي وكده، فبيبقى مش بيبقى منك انت، هو بيبقى نوع الكرنب هو اللي كده. فانا ضد حته تخزين الكرنب دي، بس ببقى احب برضو ايه اجيب كرنبايه ولا 2 ولا 3 كده اعملهم من الوقت للتاني. علشان في الصيف مش بحب اخزن الكرنب اللي هو الصيفي ده يعني خزنه ايه مش بحب ان انا اعمله يعني. الكرنب الصيفي بصراحة بيبقى ريحته منفرة جدا ومش حلوة. وممكن تكليف ساعتها هو سخن كده بس، انما لو اتفضل في التلاجة شوية ولا حاجة استحالة تقربي لهم تاني نهائي يعني مفيش. انما الشتوي دون حتى لو اتفضل منك شوية في التلاجة ولا حاجة بتاكليهم. لو انت حشيتي حلة تعمليها في نص الاسبوع ولا حاجة تسويها كأنك لسه حشيها حالا، فبيبقى حلو جدا. طبعا انا اتمرمطت في اليوم ده مرمطه يعني، بصوا ما اتمرمطتهاش طول حياتي. الميه والنور كانوا قاطعين اتبهدلت وبالذات الميه، يعني الميه قعدت قطع يجي 2-3 كده، فالواحد كان متمرمط بصراحه. طبعا كنت انا مليت بقى الحله دي كده من ميه عندي وكده، وقلت ايه اما اعمل على ما النور يجي، فهو النور جه وانا بعمل في النص كده، فقلت ايه اما اوريكم يعني. بحب اعرق الكرنب دايما او اسلقه، مش بقطع الراس. بشوف ناس بتقطع الراس بتاعتها وتحط الكرنبايه كلها في قلب الميه، يعني هي امي نفسها بتعمل كده، بس انا بصراحه ما بحبش الطريقه دي خالص. بحب دايما اعمل على طريقه حماتي الله يرحمها.
كنا بنسيب الراس زي ما انتم شايفين كده، الواحد بيمسك منها الكرومبه يبقى متحكم في الكرومبه. اقطع براحتي وامسكها واخرجها من الميه براحتي زي ما انتم بتشوفوا كده بمنتهى السهوله. يعني هو كل واحد بيعمل اللي يريحه. بحط في الميه شويه كمون فقط، ما بحطش ملح خالص. الكمون هو اللي بيضيع ريحه الكرنب، وكمان مش بيخلي، طبعا احنا كلنا عارفين الكرنب بيعمل انتفاخ يعني وكده، فلا حبه الكمون اللي هتحطيهم في الميه اللي بتسلقي فيها الكرنب دول مش هيبقى فيه انتفاخ ولا هيبقى فيه اي حاجه خالص. انا هنا هقول لكم بقى الاسعار كده سريعا. اللهم صل على سيدنا محمد. البطاطس مش فاكره البطاطس لانه كانت الكيلو وربع تقريبا، الكيلو وربع. البسله كنت جايباها الكيلو ونص، فاخر السوق كده لقيت واحده عماله تنادي الكيلو ونص كده، فجريت جري طبعا لان كنت سائله في اول السوق. كانت ب15 جنيه، وفي ناس كانت بتبيعها كيلو وربع. فانا ما كانش في الخطه ان انا اجيب بسله، فعشان كده جبت اخر حبه معاها كانوا 3 كيلو كده، فانا جبتهم بصراحه. قلت لو كل سوق هجيب 3 كيلو 2 كيلو. بصي ما بقولكيش يعني ايه، خزني والحاجه غاليه كده. بس الواحد احنا شوفوا النور كان قطع عليا وانا بعمل الحاجه بصراحه. الواحد مش ضامن ان هي ممكن ترخص تاني، يعني انا عماله استنى. انا بس انا مش ضامنه ان الحاجه ممكن ترخص، فعشان كده انا بجيب كل سوق بجيب واحده واحده كده، يعني لا ربما ان الحاجه ما ترخصش تاني، فهماني؟ فيعني شوفوا البطاطس بقالها قد ايه، الاتنين ب25، بقالها فترة كبيرة جدا. يعني الواحد مستني لما البطاطس ترخص. بحب دايما ان انا اخزنها واعينها في الفريزر، وما رخصتش يعني مش هستنى اكتر من كده. فانا قلت بصراحة انا كنت جايبة، قلت هخزنهم، بس انا لقيت اللي في الترب على وشك كده، فانا قلت دول احطهم اعينهم يبقوا عندي، والسوق الجاي اجيب مثلا 3 كيلو 4 كيلو واعملهم صوابع كده واخزنهم، بيبقوا عندي في ايام اللي هي بتبقى البطاطس محلونه بتبقى طريه كده ومش ناشفه خالص ولا كده. فطبعا عشان اروح اجيب كيس بطاطس جاهزه اللي هي الصوابع الجاهزه بتبقى في الاكياس في السوبر ماركت دي، فبصراحه الكيس اللي انا كنت بجيبه دلوقتي عامل مبلغ يعني في اكياس كده كنت بجيبها ب5 كيلو، مش فاكره اسم الشركه بتاعتها بصراحه، بس هو كان كيسها شفاف، كان عامل 40 جنيه او 50 جنيه. دلوقتي سمع اسعار كده يعني قرب على 100 جنيه تقريبا، ومش بيبقى 5 كيلو بقى، يعني قللوا الوزن كمان. فانا على ايه بقى؟ فانا قلت كل سوق هجيب كلين كده اعملهم مخزنهم وانا واقفه جنب الاكل وكده. الحاجات دي بتنفع والله العظيم، يعني اي حاجه تخزنيها دلوقتي او تعمليها او تشتريها، يعني الفلوس ما عادش لها اي لازمه ولا اي بصي 30 لازمه. اي حاجه تجيبيها وتخزنيها في بيتك هي دي اللي هتنفعك. شويه طماطم، الطماطميه اللي هتبوظ معاكي في الدرج تحسي انها دبلت، بدأت تدبل كده، ما تسيبيهاش في الدرج لما تدبل خالص وتبوظ، ما تسيبيهاش لا. تبدأ عندما تبدأ تدبل معاكي كده طلعيها، اغسليها كده ونضفيها. يعني شيلي العنقود اللي هو مطرح العنقود دون، وعينيها في كيس واحده على واحده على واحده. بص تلاقيكي عملتي كيس كبير، بطلعه اعمله صلصه، مش بفرمه ولا بعينه طماطم متفرزه يعني تبقى في الفريزر وهي حب كده زي المانجا مثلا، لا ما بحبهاش كده بصراحه، بتسرد ميه وبتغير طعم الاكل. بس انا بكون كميه وبعد كده بطلعهم اسويهم اعملهم معجون طماطم. انا بحب جدا معجون الطماطم ده، ممتاز يعني. بلاش الصلصه، بلاش تعملي تقليه وتعينها في الفريزر، بتغير. ممكن في ناس بتحبها خلاص، يعني انت شايفه ان هي عملت ونجحت معاكي زي ما تحبي، انما انا بصراحه بفضل المعجون. انا بطلعه بستخدمه للتقليه، بعمله صلصه، بعمل كل اللي انا عايزاه، اشكله انا زي ما انا عايزه خلاص. فعشان كده بقولك بلاش تستهتري في اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد. الخضرة هاتيها وعينها في الفريزر. فاكرين السنة اللي فاتت، متهيألي السنة اللي فاتت في الصيف، لما الخضرة دي كانت الربطتين ب10 جنيه تقريبا، كانت غليت جدا جدا، يعني ما كانت الناس عمالة تقول احنا نلحق منين ولا منين. فأنا بصراحة ما بحبش عين الخضرة في الفريزر خالص، بحس ان هي بتسود بأمانة يعني عشان ما اكذبش عليكم. ممكن لو فاض مني شوية بعينهم في علبة كده بفرشها
بفرشها منديل من بتاع المطبخ واعينها على رف التلاجة، بستخدم منها للسلطه بتقعد عندي يجي اسبوعين 2 على رف التلاجة خضراء وزي الفل. لو عوزتها في محشي اطلعها، عوزتها في سلطه اطلعها. بتفضل عندي حلوه جدا، وما ما بتبص ولا بتهدر معايا خالص يعني. والله ممكن تقعد اكتر من اسبوعين في التلاجة على الرف عادي. فما تستهتريش باي حاجه دلوقتي، اليومين دول ايام غلا وربنا ما يعلم. بصي اللي الناس فيه والله العظيم ربنا وحده بس اللي يعلم فيه. احنا كان معانا مقدره ان احنا نجيب، في غيرنا مش معاه ماشي. فربنا يقوي الناس كلها. انا الموز الاتنين ب25، البطاطس تقريبا برضو كيلو ونص تقريبا، مش فاكره والله البطاطس لان الفيديو ده بقاله اسبوع اصلا وانا مصوراه ومكسله ان انا انزله. الفراوله الاتنين ب25 جنيه. يعني يا نسمة هجيب الفراوله الاتنين ب25 جنيه خزنهم؟ لا انا ما بقولش كده، انا ما بقولش كده، انا قلت اتسلى اسلي نفسي. انا مش ضامنه ان الحاجه ممكن ترخص، انا مش ضامنه ان الحاجه ممكن ترخص اقل من كده. فعشان كده بقولك عايزه انت تستني استني، عايزه تجيبي تتسلي نفسك كده. ما هو انت لما تجيبي كل سوق مثلا 2 كيلو، كيلو تخزني وكيلو تستعملي، مش هيحصل لك حاجه. مش يعني مش هتحسي بفرق كبير. وممكن ما ترخصي، ممكن ما ترخصي عن كده. واظن اصلا يعني في الغلا اللي الناس فيه ده ما فيش حاجه متهيئه اللي هترخص. احنا انتهينا مستنيين الحاجه ترخص، بس للاسف ما فيش حاجه هترخص اصلا، ويمكن ترخص الله اعلم. انا ما اكرهش خالص والله، انا نفسي خلاص. انا كنت حشيت وخلصت بقى، وهنا هقسم الكميه اللي فاضله دي على ال3 اطباق. دي اطباق كليريك كده بتنعان في الفريزر عادي. انا عملت ورق اخضر كده عشان بحب دايما افرشه في ارضيه الحله، والباقي هقسمه بقى على الاطباق زي ما انتم شايفين كده على 3 اطباق. ممكن اجيب تاني وممكن ما اجيبش، يستكفي بال3 اطباق دول يقضوني 3 مرات. وكفايه قوي. مره بقى بتنجان، مره كوسه، الحاجات دي يعني وكفايه قوي. لان انا قلت لكم ان انا مش بحب ان انا اخزن ورق الكرنب خالص يعني. مش لا، ممكن اخزن بسله، ممكن اخزن بطاطس، فراوله، مانجا، جوافه السبانخ برضو ملناش فيها بصراحه يعني. بحب انا بقى لما اروح عند امي وتبقى عاملاها اكلها، انما اللي احنا هنا في البيت مش بياكلوها، مع اني من عشاقها يعني، بحب السبانخ جدا. البسله، الباميه، كل الحاجات دي ان احنا نخزنها تبقى موجودة في بيتنا. الحاجات دي بتغلى جدا. انتوا متخيلين ان الكرنب ده بيجي عليه ايام الكرنبة بتبقى ب20 جنيه و25 جنيه؟ والله العظيم زي ما بقول لكم كده. من فترة قريبة قوي كنت في السوق ورحت اجيب كرنب بقى، كنت متشجعة بقى ومتحمسة كده، فلقيت الكرنبة ب25 جنيه. رحت سايباها مكانها ورحت جبت بتنجان وكوسه. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فعشان كده بقول لكم ما تستهتروش باي حاجه، كل حاجه في البيت حلوه وجميله. اوعي تروحي فلوس من السوق. لا، هاتي كيلو بطاطس معاكي، هاتي اي حاجه بال10 جنيه اللي هتفيض معاكي دي، هاتي بقى اي حاجه من السوق. والله انا عن نفسي بعمل كده يعني. حتى جوزي بيقعد يقول لي يعني انت ما انتش جايه في السوق معاك فاضي، مفيش في اي حاجه اصلا ما تحاولش. يقول لي يا بنت حرام عليك ان انت بتعمليه ده، يعني السوق ده ما يتفضلش منك 10 جنيه ولا 5 جنيه. حتى نفسي اشوف اي حاجه متفضله منك يوم السوق ده. لا، ما بحبش كده. وهو فعلا بدأ يعرف ان انا بعمل ليه كده، ويعرف ان هو كل ما يفكر في حاجه انت عندك كذا ناس، ما اقول له عندي. انت طب احنا عايزين نفسنا في كذا او عايزين كذا، لا عندي، اقوم اعمل على طول في ثانيه، لان هو عندي. هو عارف بقى دلوقتي الاخر ما عادش بيتكلم. احكي لكم كده على موقف من فتره كبيره يعني. انا على طول بخزن البسله دي وبخزنها بكميه. فجت في سنه قعدت عندي كتير يعني، قعدت عندي كتير قوي ما استعملناهاش يعني وكده. فتنتها عندي للموسم اللي بعده. ففضلت عندي، بقيت اعمل منها لما تفضل بقى ايه. كنت بجيب بقى الكيس من الفريزر كده وانا زمقانه وقرفانه، فالكيس كان بيتفرط مني في الفريزر، فاكتريتها اتفرط ولحد يعني تنيتني اعمل فيها كده ايه. المهم لحد ما خلصت بقى. فجت السنه دي، فانا قلت ايه، مش لا لا لا، البسله ده احنا زهقانين منها وقرفانين منها، مش هخزنها خالص. ف قلت لا مش هخزنها، مش عايزين يعني وكده. فما جبتش. فطول السنه بقى هو احنا نفسنا في البسله، احنا عايزين بسله، احنا مش عارف ايه. طيب هي مش ممنوعه ولا حاجه، وهي موجوده في المحلات والسوبر ماركت اللي هي المفرزه دي بصراحه، بس مش حلوه خالص
وكمان بيبقى فيها جزر، واحنا مش بنحب اللي بيبقى فيها جزر. ف لما كنت عند امي جبت منها كيس، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، يعني قلت سبحان الله، يعني الحاجه اما كانت عندي كنتوا عمالين قرفانين وزهقانين، ولما راحت من عندي بقيتوا يعني خلاص، يعني ده ما هي لسه فاضل كيسين وكنت رامياهم يا جماعه في ايه. فكانوا عايزين فرخرة من ساعتها عايزة مش عايزة الحاجة بجيبها وبخزنها، بيجي لها يوم وكله بيطلبها وكله يبقى عايز. وكمان لو انت مخزنه الحاجه صح بطريقتها صح، بتقعد معاكي فتره طويله جدا ومن غير ما تبوظ ولا طعمها يغير ولا اي حاجه. طبعا بصوا هي مش افتكاسه ولا حاجه والله، بس في حاجات صغيره كده احنا بنغيب عننا وبس بتغير طعم الحاجه. يعني البسله بشوف مثلا ناس بيخزنوها، بتفرط البسله وتغسلها وتروح عينها في اكياس وعينها في الفريزر، تيجي تطلعها بعد فترة تلاقيها طعمها مغير كده، مش عارفة بيبقى انا جربتها مرة والله، طعمها بيبقى مغير خالص. ايه ده، دي بسلة دي؟ لا مش عارفة، بيبقى في طعم كده في البسلة غريب. طيب نعمل ايه؟ هوريكم برضو دلوقتي هنعمل فيها ايه. والله لو طلعتيها بعد سنة اقسم بالله، انا البسلة الجديدة طلعت وعندي بسلة من السنة اللي فاتت بستخدمها يعني بستعملها من بتاعة السنة اللي فاتت. والله لسه كأني لسه مفرطاها حالا. كمان الفراولة بقى هي زي ما هي كده، انا بحب ما بقطعهاش، بحب عينها زي ما هي كده، انضفها واغسلها. بغسلها كويس جدا عشان الفراولة بيبقى فيها رمل كتير، فلازم تغسليها كويس قوي مرة واتنين وتلاتة كده عشان الرمل ده. وكمان في اخر مرة تروحي حاطة شوية خل، خلي نسمة ايوان خل، عشان الفراولة والاخرام اللي بتبقى فيها دي ساعات بتبقى حاوية حاجات احنا ما بنشوفهاش بعينينا، انما بيبقى فيها حاجات. فحط شوية خل وسيبيها يجي 5 دقايق كده وقلبيهم كده وسيبيها، وبعد كده يعني صفيها من الميه، ما تغسليهاش بعد الخل، سيبيها الميه اللي هي بخل دي صفيها وسيبي الفراوله بقى، ما تغسليهاش تاني. الخل ده هيحافظ عليها ومش هتبوظ منك ولا تنهري ولا يجرى لها اي حاجه. بس طبعا مش تكتري خل يهريها وتقولي نسمه قالت حطي خل ماشي، حاجه بسيطه خالص خالص، يعني زي غطا كده ولا غطاين في الميه، عشان ما تنهريش برضو مننا، ماشي. بس كده. كمان الكرنب بقى احنا عملناه حطينا في ميه السلق شويه كمون، مش ملح، كمون بس، غير طعم الكرنب وان شاء الله عشان الانتفاخ والحاجات دي برضو. بس كده مش هاجي اطلعه، ممكن تطلعيه تفرديه كده في مصفى، وممكن تطلعيه تحطيه في ميه سخنه وتفرديه، يعني اي حاجه من الاتنين، يعني بستعمل الاتنين عادي. هنا بقى انا عملت لهم سلطه كنت جايبه فراوله وموز، فطبعا ما كانش عندي تفاح ولا حاجه، فانا قلت ايه اما اعمل لهم يعني كده. وكمان عصرت عليها نص ليمونه، نص ليمونه مش بغير طعمها ولا اي حاجه. اللهم صل على سيدنا محمد، علشان الموز ما يسودش وبيبقى بيدي طعم حلو قوي. ما بحطش ميه، انا بحط عليها سكر بس واسيبها شويه كده، تبص تلاقي الموز والفراوله بداوا يندمجوا مع بعض كده وعملوا صوص صغير كده تحت كده، بصي يعني بيتخانقوا عليه، بيتقاتلوا عليه. اللهم صل على سيدنا محمد. كان خلاص بقى يعني خلاص حان وقت الغداء، فانا اجلت البسله لبعد الغداء علشان طبعا هستعمل عين البوتاجاز وكده، فانا قلت ايه اجلها هي. طبعا المحشي بتاعي على العين واللحمه بتاعتي استوت، وهنعمل شويه الملوخيه الناشفين. هقول لك على شويه الملوخيه الناشفين نعملهم زي بيبقوا مسكرين عسل، ياكلوا صوابعهم وراها. انا هنا شوحت التومه ما بحمرهاش، في ناس بتحمرها قوي، لا انا بحبش التوم يتحمر خالص، يا دوبت يصفر تشويحه خفيفه كده، احط عليه شويه كزبره ناشفه واقلب مرق الدجاج. حتى لو انا عامله لحمه عامله فراخ عامله حاجه لازم اقلب مرق الدجاج ده في الشوربه بتاعه الملوخيه، وبشره طماطميه احطهم كده مع بعض، يا دوبت تشويحه كده خفيفه خالص، وهبدا ان انا احط الشوربه وتغلي، وبعد كده ابقى احط الايه الملوخيه الناشفه. دي احلى طريقه ان انت تعملي بيها ملوخيه ناشفه، تبقى مسكره وزي العسل معاكي. اهم حاجه ان الملوخيه بتاعتك بس تبقي منشفاها بطريقه كويسه، بحيث ان انت لما تيجي تعمليها تبقى عامله زي الخضره بالظبط، ما بيبقاش فيه فرق خالص بينها وبين الخضره في الشكل يعني. انما طبعا الملوخيه الخضره شكل طعم، والملوخيه الخضره طعم خالص، يعني انا من عشاق الملوخيه الخضره بصراحه. بس انا قصدي على الشكل كده، تحسي ان الملوخيه خضره في الطبق مش سمراء
كان عندي ملوخيه قبل كده كنت انا عاملاها، كنت بسيبها في الشمس كتير قوي بصراحه يعني، ما اكدبش عليكم. فلما جيت اعملها واستعملها بقى زي كده بقت تسود في الطبق. ليه؟ لان انا كنت بسيبها في الشمس لما حرقتها اصلا يعني. بعد كده عرفت ان هي اتحرقت من الشمس، فعشان كده لما اجي اعملها بتبقى سوداء، انما دي بتبقى خضرة خالص. لان عاملينها بطريقه كويسه. طبعا بقى ما كانش فيه وقت خالص ان انا اصورها، كنت مهنجه بصراحه خالص. فما قدرتش ان انا بصوا اكمل تصوير خالص، وكنت جعانه موت بقى. والله العظيم زي ما بقول لكم كده. تعالوا بقى نعمل البسله. بعد ما اتغدينا كده وشربت كوبايه الشاي بقى، عشان دماغي كانت خلاص طول النهار زعيق وقاعدين بقى خلصوا امتحانات وقاعدين، فمش عايزه احكي لكم، كلكم اكيد عارفين ومجربين والله. طبعا البسله من الحاجات اللي هي ما بتتنقاش يعني، مش بينفع ان احنا ننقيها، بس حاولي بقدر الامكان انت ما تجيبيش فيها فاضي كتير عشان ما تعملش هالك معاكي كتير. طبعا الميه كانت قطعه كالعاده. كنت بستعمل ميه من الازايز اللي عندي. اول حاجه انا لازم اغسل البسله كويس جدا، عشان طبعا مطرح التفريط والحاجات دي بيبقى فيه حاجات كده صغيره وممكن تلاقي عفش، ممكن تلاقي كذا واحده بايظه حاجه. فايه المهم اللي لازم تغسليها كويس جدا. وكمان عشان لما تيجي تطلعيها من الفريزر تستعمليها، ما بحطهاش في ميه تاني، انا بستعملها كده. من انا بالبسله بالذات بحب ان انا احطها في علب، علشان الاكياس بتاعت اللبن دي لما بتنشف في الفريزر بتنقطع كده، والبسله بتفرط في الفريزر فبتبوظ بقى. فلا، احسن حاجه للبسله العلب، بلاش ممكن اخزن اي حاجه تانية في اكياس عادي، انما البسله بصراحه بحب احطها في العلب. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا الميه بدات تغلي، هديت خالص وحطيت البسله بعد ما غسلتها كويس جدا. انا هنا مش هغلي البسله، يا دوبت لونها يغير والميه تبدا هتاخد الغليان كده خلاص، ما اروح طافيه عليها واقلب البسله دقيقتين 3 كده. وعندي ميه ساقعه متلجه حاطه فيها، شوفوا تلج هون يعني متلجه، ميه ساقعه متلجه. واول ما اصفيها من الميه السخنه اللي بتغلي هروح حطاها على طول في الميه المتلجه. الخطوه دي مهمه جدا، وهي دي اللي هتحافظ لك على طعم البسله. لو قعدت عندك في الفريزر سنتين، مش سنه، سنتين 2، استحاله طعمها يغير، كانك لسه مفرطاها حالا وقايمه مسوياها على طول، فاستحاله تبوظ منك. خلاص. طبعا هما ال3 كيلو عملوا شويه دول. حاسه ان هم يعني مش قوي، مع ان البسله كانت مليانه، او حاسه انهم مش صغيرين. مش عارفه بصراحه. المهم انا كنت جايبه 3 كيلو يعني، عملوا شويه دول، عملتهم على 3 علب. العلب بقى حلاوتها ان انا ممكن اخد نص العلبه بس، ممكن يفيد شويه بتاع، فايه بتبقى احلى حاجه في الموضوع يعني العلب. الصلصه بالذات الحاجه الوحيده اللي انا مش بحب عينها في علب خالص، ولا عمري عينتها في علب، ولا هفكر ان انا عينها في علب. الصلصه بعينها دايما في اكياس، وبطط الكيس كده بحيث ان انا ممكن اقسمه، اعمله يعني زي نظام الملوخيه مثلا كده، بعينه في الكيس وبططه كده، اكثر حته اكثر نص، اخد الكيس كله، يبقى ممكن ان انا اتحكم فيه. ويعني شايفاه انه احسن حاجه يعني.